صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بقى يا ست الكل هعمل لك مخبوزات من الاخر، مخبوزات مورقه بدون زبده توريق ولا الكلام ده خالص، وتنفع جدا لاولادك في المدارس. حاجه مغذيه، حاجه كده شكلها يفتح النفس، هشه طريه خفيفه، كل حاجه حلوه موجوده فيها. يلا بينا، بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم مشاهدين المحترمين، لايك وشير وسبسكرايب للصمات. طبعا يا جماعه تشاركوا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعمل فائده للجميع، واتمنى تنوروني على صفحتي الجديده على الفيسبوك، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، وهسيبها لكم برده في اول تعليق مثبت. اتمنى صفحتي تكبر بيكم زي ما بتاع اليوتيوب برده كبر بيكم، وبتاع التيك توك. اتمنى تنوروني هناك، ويلا بينا يلا بينا. مبدئيا كده حابه تشتغلي على ايدك مفيش مشكله خالص، حابه تشتغلي على في العجان مفيش مشكله خالص. معايا كوبايتين الا ربع من الحليب. حابه تشتغلي بميه يا ست الكل مفيش مشكله خالص، حابه تشتغلي نص ميه ونص حليب مفيش مشكله. انا هبدا بكوبايه ونص واسيب ربع كوبايه كده، لو العجينه عايزته هحطها، بس انا حطيت كوبايه الا ربع، حطيتهم يعني على حسب نوع الدقيق. ومعايا كوبايه الا ربع من السكر. لحد كده متفقين؟ هو الموضوع سهل جدا. ومعايا على طرف المعلقه ربع معلقه من الملح، ومعايا معلقه كبيره من الخميره. موضوع سهل مفيش اسهل من كده خالص يا ست الكل. وبعد كده هدوب الكلام ده خالص كله، وبعد كده هننزل ببيضتين اتنين. الناس يا جماعه اللي عندها حساسيه من البيض او مش بتحب البيض في المعجنات، لو حابه مش حابه تحطي بيض، ممكن تستبدليه بنص كوبايه من الحليب او الميه، علشان تيجي طبعا سوائل عشان الوصفه تكمل معاكي. وبعد كده المحسن الطبيعي اللي بحطه في كل المعجنات، معايا معلقه كبيره من عصير الليمون، هنحط عليها معلقه صغيره من البيكنج باودر ونقلبه. وهننزل ب 750 جرام من الدقيق يكون مخصص للمخبوزات، وهنعجن 5 دقايق. طبعا حفظتوا بقى، لو حضرتك هتعجني على ايدك يبقى تعجني كام دقيقة؟ هتعجني 10 دقايق، علشان كل المعجنات ما تعجنيها كويس تاخدي نتيجة احسن واحسن. وبعد كده ضفت الربع كوبايه اللي انا كنت شايلهم على جنب، يعني اخد معايا كوبايتين الا ربع بالظبط. طبعا انا يا ست الكل انا هسيب لك المقادير بالكوبايه وبالجرام في صندوق الوصف. ودايما بقول لكم يا ست الكل، ما تاخدوش المقادير من صندوق الوصف تدوها سكرين وتاخدوها وترجعوا تقولوا تاني وتقولوا لي لا في حاجات ناقصه، لان في حاجات احنا بنقولها في سياق الفيديو هي دي اللي بتنجح الوصفه معاكي. فاتمنى ان انت تشوفي الفيديو من البدايه للنهايه. بعد ما عجنته هغطيه كده واريحه ربع ساعه، وبعد ما الربع ساعة هنزل أعجنه تاني كمان 5 دقايق، وهنزل عليه بمعلقتين كبار من الزيت. بعد كده هريح برضو العجينة كمان ربع ساعة. بعد ما مر عليها ربع ساعة ببدأ أرددها بنفس الشكل كده لمدة دقيقة واحدة. ليه الترديد ده بعمله كده؟ ليه؟ علشان أفعل مادة الجلوتين اللي موجودة في الدقيق. هي دي العامل يا ست الكل الأساسي والرئيسي اللي بتخلي المعجنات معاكي خفيفة وهشة وطرية وقوامها متناسق من جوه. وبعد ما أرددها كده هسيبها كمان ربع ساعة بس، ونرجع نهبطها من الخمر ونشتغل فيها على طول يا ست الكل. انا بقى بقول لك يا ست الكل، لو وصلت المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش هكون سعيده جدا باشتراكك، وهكون اسعد لو بعتيلي اي كومنت كده يخطر على بالك، يعني ورده جميله زيك او وجه مبتسم، والله يسعدني كتير كتير. وحابه اشكرك حبه كتير قوي كده من الارض لحد السما على الكومنتات والدعوات الحلوه اللي فعلا والله بتفرحني. وما تجيش الا من اجمل اخوات في الدنيا، وربنا يا رب دمكنا ما في حياتي اجمل اخوات، وبقولها والله من كل قلبي. ونرجع للفيديو بتاعنا. بعد ما قطعت العجينة هنقطعها على 10 قطع، وبعد كده بفضل اكورها كده. طبعا في صينية جنبي مدهونة دهنة من الزيت، بكور واحط فيها. بعد ما اخلص الكمية كلها خلصتها زي ما انتم شايفين 10، هغطيهم واسيبهم بس 10 دقايق يرتاحوا علشان ينفردوا معايا بمنتهى السهولة. معايا 100 جرام من الزبدة الحيواني، لو حابة تستخدمي زبدة نباتي مفيش مشكلة خالص، بدرجة حرارة المطبخ علشان تبقى سهلة الفرد معايا. بعد كده ببدأ طبعا أنا دهنة العمل، سطح العمل يا جماعة دهنة من الزيت. بعد كده بفرد بطول 30 سنتي في عرض 15 سنتي. أظن كلنا عندنا مصادر، لو ما عندكيش مصادر يا ست الكل 30 سنتي دي يعني حوالي شبر ونص كده من إيدك، تقدري بالعين يا ست الكل، مش لازم مصادر خالص. وبعد كده هنقسم الزبدة على كمية الزبدة كلها على كمية العجين، يعني حوالي لكل واحدة معلقة صغيرة. وبعد كده برولها زي ما انت شايفة يا ست الكل كده.
طيب المخبوزات دي بتنخبز ازاي على درجة حرارة كام؟ بتنخبز يا ست الكل طبعا انا هعملهم جنب بعضهم ملزقين في بعضهم. بتفرق لو انت هتعملي يعني بعاد عن بعضهم تبقى الواحدة بوحدتها كده، بتفرق في السوا يا جماعة. كل حاجة على حسب كمية العجين اللي انت بتحطيه في الفرن. يعني انت حطيتي كمية عجين كتير يبقى هتاخد سوا اكتر، حطيتي كمية عجين عويلة يبقى تاخد سوا اقل. علشان تبقي انت عارفة، يعني مش هقول كده ايه قاعدة، لا، لكل قاعدة شواذ زي ما انا قلت لك كده. هتاخد معاكي في الفرن بالظبط، لانها ملزقه ببعضها، هتاخد تلت ساعه. بس كل 3 دقايق كده بغير الصينيه. بعد ما رليتهم كلهم 10 زي ما انتم شايفين كده، هدخلهم التلاجة نص ساعه. علشان انا بدخلهم التلاجة علشان لما اجي افردهم الزبده ما تطلعش منهم يا ست الكل. بعد ما دخلتهم التلاجة نص ساعة ببدأ أفرد زي ما انت شايفة كده، بطول برضو زي ما انت شايفة كده، حوالي 30 سنتي أو 25 سنتي. أهم حاجة حابة يعني هنوه عليها وخلي بالك منها يا ست الكل. الفتحة بتاع الرول خليها في الجنب، ما تخليهاش في النص وما تخليهاش تحت. اقول تاني، الفتحه بتاع الرول اللي هي الطويله دي، اللي احنا القفل بتاع الرول يعني، ما تخليهوش تحت وما تخليهوش في النص، خليه في الجنب. علشان تعرفي لما تبططي كده ما الرول معاكي ما ينفتحش. وبعد كده برولها واقطعها نصين، اخلي المورقه دي هي اللي همت فوق، شايفين؟ وابدا ارصها في صينيه مقاس تقريبا 35 في 30 تقريبا. لا لا يا ربي، 30 في 35 افتكرت. مقاس الصينية اللي أنا حطاهم فيها يا جماعة مقاس 30 في 35. شايفين أنا بعمل إزاي؟ طبعا الصورة خير دليل. حابة تحشيها ممكن تحشيها أدي يعني نوتيلا، تحشيها جبنة، أي حاجة اللي انت حباه. شايفين أنا بعمل إيه؟ وبعدين بقسمها نصين. يبقى الكمية احنا كنا عاملين 10، قسمنا لكل واحدة 2، بقوا 20 قطعة من المخبوزات. عملنا 20 قطعة بكيلو إلا ربع من الدقيق. انا قلت لك بنخبز على درجه حراره 200، او ما قلتش لسه هقول اهو. يعني هنخبز على درجه حراره 200، يعني 200 دي يعني ايه؟ يعني نار فوق المتوسط شويه، يعني ما تهديهاش وما تعليهاش قوي. خليكي فوق المتوسط بشويه. تسخني الفرن قبلها ب10 دقايق، وبعد كده هتدخلي الصاج في النص. اهم حاجه اول 5 دقايق ما تفتحيش الفرن خالص. بعد ال5 دقايق كل 3 دقايق غيري الصينيه علشان تاخدي لون واحد. ولو ملزقاهم في بعض زي ما انا عاملاهم كده في صينيه واحده، يبقى اوعي تطلعيها قبل تلت ساعة. وما تروحيش تشغلي الشواية. انا ما شغلت الشواية خالص يا جماعة، ده فرن بس. لازم تلت ساعة لو انت ملزقاهم في بعض، لكن لو مفرداهم عن بعض لا، ممكن ياخد 10 دقايق الصاج معاكي، 10 دقايق بس. شايفين ما شاء الله عليها؟ بعد ما شكلتها سبتها تخمر حوالي ساعة ونص، وده كان شكلها. هنبدأ ندخلها الفرن من غير دهان اي حاجة خالص. واول ما طلعت من الفرن هتغطيها في فوطين 2 وفوقها كيس بلاستيك علشان ترد من حرارة الفرن. شايفين الجمال؟ مورقة وزي الفل معاكي. طعمها كده تتاكل حاف من غير اي غموس بجد. حابة تحطي عليها اي صوص من على الوش كده، صوص بقى يعني نوتيلا او فراولة او شوكولاتة او كراميل او بيستاشيو، اللي انت حباه. اي صوص كده من على الوش. وحابة ايه يعني ابدأي بقى زي ما انت عايزة يا ست الكل. انا بقول لك افكار، واللي انت حباه اعمليه. طيب حابة تحطيها في الفريزر لأولادك طبعا لما يروحوا المدرسة وكده، وهي دافية على طول. ما تسيبهاش تبرد بقى طول النهار على الرخامة وهي دافية. حطيها في كيس محكم الغلق وحطيها في الفريزر. عند ما تيجي تاكلي منها ولا تجيبها لأولادك، يبقى هتطلعيها قبلها بربع ساعة. هتفك وتبقى أكن ريحة الفرن فيها، أكنك لسه خبزها بالظبط يا ست الكل. طبعا أنا لو نسيت أي حاجة أقولها في سياق الفيديو ابعتيلي كومنت، وأنا إن شاء الله بجاوب على كل الكومنتات. شايفين الجمال؟ شايفين عاملة ازاي؟ واسيبكم في رعاية الله وأمانه. انتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.